العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات، من الفضيلة بأن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للغذاء والقضاء على الفقر. حاكم إقليم شمال البحر الأحمر يزور جزيرة دهلك. دعوة للمزارعين مياعين لمتابعة المزارع. واشنطن تنفذ هجوما إلكترونيا ضد إيران. مواجهة عنيفة بين الشرطة ومحتجين في إقليم كاتالونيا. فرنسا تبدد أحلام ألبانيا ومقدونيا الشمالية في الانضمام للاتحاد الأوروبي. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم اليوم الأربعاء الاحتفال في مبادره بالسادس عشر من أكتوبر اليوم العالمي للغذاء، والسابع عشر من أكتوبر اليوم العالمي لمكافحة الفقر، تحت شعار خطواتنا ضمان مستقبلنا والغذاء المتكامل لعام خال من الجوع. وأوضح وزير الزراعة السيد رفاعي نبره في المناسبة المزدوجة التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومسؤولو منظمات الأمم المتحدة في إريتريا ورجال الدين وممثلي المزارعين. أوضح أن الاهتمام كان في الفترة الماضية لضمان الأمن الغذائي، لكن بداية من عام 2014 تم الاهتمام بالغذاء المتكامل، مؤكدا أن المطلب ليس زوال الجوع فحسب، بل وأن تناول الغذاء المتكامل يمنع الأمراض. وذكر لقد مضت 6 سنوات منذ الحديث في إريتريا لضمان تحقيق الغذاء المتكامل والعمل فيه بوضع الخطط الاستراتيجية، قائلا أن الجهود تبذل لتنفيذ برنامج الزراعة الأسرية المصقر وانتقال المزارعين إلى وسائل الزراعة التي تضم تربية الحيوانات، وأن زراعة الأسماك في السدود بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية مثال قليل من أنشطة كثيرة تنفذ. من جانبها أوضحت منسقة مكاتب الأمم المتحدة في إريتريا الآنسة سوزان نوغونغو أن 1,300,000 شخص في 101 دولة يعيشون تحت خط الفقر، وأن أكثر من نصف هؤلاء هم تحت السن 18. وقالت أن ضمان الأمن الغذائي والنضال ضد الفقر لا ينفصلان، وهما جزء من أهداف التنمية المستدامة ويجب العمل عليهما باهتمام أكبر. وذكر مندوب منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيد سعيد بانسي أن اهتمام المزارعين بالمنتجات عالية الجودة ووضع الحكومات لسياسات تمنح الاهتمام للضمان الغذائي وحصول المزارعين على فرص العمل مع الجهات القائمة بالدراسات الزراعية من العوامل المهمة كثيرا في جهود القضاء على الفقر وتأمين الغذاء المتكامل. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية للمزارعين الذين عرضوا منتجاتهم في المناسبة. زار حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلل بسوزي جزيرة دهلك يومي 13 و14 من أكتوبر الحالي، وبحث مع السكان جودة الخدمات الاجتماعية وبرامج التنمية. وتفقد الحاكم مخازن وتجفيف السمك في ضاحيتي دربوشيت ودحيل بتكلفة أكثر من 5.4 مليون نقفة، موضحا تمهيد الأرضية لاستفادة سريعة للجمعيات التعاونية ال7 المقامة. وبحث مع السكان توسيع تنمية أشجار الشورى في ضاحية جيميهيلي، وناقش أيضا مع الخبراء سبل حل مصاعب السكان. وقال أن موارد البلاط ترتكز على القدرات البشرية، لذلك يتوجب المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية خاصة تعليم الإناث، مؤكدا العمل لصيانة المدارس والمؤسسات الصحية المتهالكة بفعل الرياح والقدم، وحث العمل للحفاظ على الآثار الموجودة في دهلك. دعا خبراء الزراعة مزارعي مياعين للمتابعة الجيدة لمزارعهم والإسراع في الحصاد وجمع المحصول. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد تاديوس ميكيل عن زراعة مساحة 2770 هكتار بالذرة و3190 هكتار بالطاف و700 هكتار بالبقوليات. وأفاد المزارعون أن مزارعهم بلغت مرحلة الحصاد نتيجة مساهمة الجرارات الحكومية التي حصلوا عليها في الوقت المناسب وبأسعار جيدة، وغزرت الأمطار التي هطلت هناك.
انتخب سكان 12 ضحية في مديرية هايكوتا لجان الصلح. وغد انتخبت لجنة من 5 أعضاء في ضاحيتين ببلدة هايكوتا وضواحي ألوبو وبلقاي وبلتوباي وقراشا وحشنكيت وهدمدمي ولبناي وقوبش وفيسكو وقرصب. وقال مدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح أن العملية تهدف لحل الخلافات بين الأفراد والقرى بالصلح والعرف والتخفيف عن ضغوط المحاكم. وأدت اللجان المنتخبة القسم للعمل بتفاني والصلح العادل على أساس قيم وعرف المجتمع. قررت الأعمال الجارية لبناء مشروع مياه شاحة بمديرية مندفرة على الاكتمال بتضافر جهود السكان. وأوضح مسؤول تنمية المياه في الإقليم الجنوبي السيد كبرم مسقان أن أعمال البناء التي بدأت شهر مايو الماضي يتوقع الانتهاء منها قريبا. ويضم المشروع مولد الطاقة الشمسية وأنابيب بطول 1.7 كيلومتر من مصدر المياه وخزان و3 نقاط توزيع. وأشاد مدير مديرية مندفر السيد هسكياس وهبت بالمشاركة الفاعلة للسكان مذكرا إياهم أن مشروع المياه السابق إلى كونه بعيدا كانت مياهه غير صالحة وستنتفي المشكلة مع انتهاء المشروع الجديد. تبعد شاحة مسافة حوالي 18 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة مندفرة. قامت إدارة مدينة كرن بتنظيف نفير نظافة يوم 16 من أكتوبر الحالي بمشاركة السكان وعمال المؤسسات. وقد تم في النفير جمع النفايات المرمية في مناطق المدينة ونقلها إلى المكب. وأوضح السكان أهمية حملة النظافة المجتمعية لضمان نظافة المدينة والبيئة داعين لتوفير أدوات النظافة في الأنشطة المستقبلية. قدم دعما عينيا بالأدوات الدراسية ل 58 طالبا محتاجا في ابن حيلي بهدف تشجيعهم لمواصلة التعليم. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد سجيد سيوم أن الطلاب قدم لهم إلى جانب الأدوات الدراسية مبالغ مالية لدفع المخصصات السنوية وشراء الزي المدرسي. وأشار أيضا إلى تقديم عربات الكارو ل 23 معاق لإيجاد مصدر دخل دائم لهم. سيداتي سادتي إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة نفذت عملية إلكترونية سرية استهدفت إيران في أعقاب الهجوم الذي وقع في 14 من سبتمبر الماضي على منشآت أرامكو النفطية السعودية. وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤولين اللذين طلبا الحفاظ على سرية هويتهما قولهما أن العملية تمت في أواخر سبتمبر واستهدفت قدرة طهران على نشر الدعاية. وقال أحد المسؤولين أن الضربة أثرت على معدات لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ويسلط ذلك الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصدي لما تراه عدوانا إيرانيا دون تصعيد الأمر إلى صراع أوسع النطاق. ويبدو أن هذه العملية محدودة النطاق أكثر من عمليات أخرى مماثلة استهدفت إيران هذا العام بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في يونيو الماضي وهجوم تردد أن الحرس الثوري الإيراني شنه على ناقلات نفط في الخليج خلال مايو الماضي. أصيب العشرات واعتقل آخرون خلال ليلتين من الاشتباكات بين المحتجين والشرطة في برشلونة وغيرها من مدن إقليم كاتالونيا. ووجهت الشرطة في برشلونة التهم لمئات المتظاهرين المقنعين الذين رشقوا أفرادها. وخرج المتظاهرون احتجاجا على حكم بسجن 9 قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا في العام 2017. وتعيد هذه الأحكام التي صدرت الاثنين إحياء التوترات في الإقليم الغني الواقع شمال شرق البلاد والمنقسم بين الموالين لمدريد والراغبين في الانفصال عن إسبانيا. وأجرى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز محادثات طارئة مع قادة المعارضة
لبحث هذه الاحتجاجات العنيفة. رفضت فرنسا إجراء محادثات بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا ليشمل دول من قرب البلقان، الأمر الذي يبدد أحلام ألبانيا ومقدونيا الشمالية في الانضمام إلى التكتل، الذي دعت مفوضيته إلى إطلاق مفاوضات لضم البلدين المذكورين. وقال المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان خلال الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ أنه يشعر بالأسف لعدم تمكن الدول الأعضاء من اتخاذ خطوة في إشارة إلى البدء في مفاوضات ضم البلدين البلقانيين. وما برحت فرنسا تؤكد موقفها الرافض لبدء أي محادثات بشأن انضمام دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق أكد مسؤول كبير في الإليزيه على أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لن توافق في الوقت الراهن على البدء بمحادثات انضمام دول في البلقان إلى التكتل الأوروبي. يقصد زوار سياتل الأمريكية معلما شهيرا ومثيرا لكنه قريب. ببساطة هو جدار في أحد الأسواق، هذا الجدار مغلف بأكمله بالعلكة الممضوقة من قبل زواره. هذه العادة بدأت في بداية التسعينيات ليعلن المسؤولون عن السوق الموجود فيه هذا الجدار عام 1999 أنه بات معلما سياحيا وليكتسب شهرة وشعبية كبيرة، خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وهوس الصورة الذاتية. لكن الجدار الموجود حاليا هو نتاج بضع سنوات فقط من لصق العلكة، حيث تم تنظيف الممر قبل 4 سنوات بإزالة ما يقدر بنحو طن من العلكة، لتبدأ دورة جديدة لإنتاج حائط جديد زاهي الألوان. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.